السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهاردة هنعمله مع بعض. ناس كتير قوي بتحب النوعيات دي من الفيديوهات. نشارك مع بعض مشترياتنا للمصيف، وهنحضر مع بعض ايه الشنطة. يعني بنبقى نازلين على البحر او على البول، بنبقى محتارين لو معانا اطفال هناخد ايه معانا، طب احنا نسينا ايه. فالنهاردة هديكوا شوية افكار كده عشان ان شاء الله محدش ينسى حاجة. وهوريكم شوية مشتريات انا جبتها لولادي، شوية رفاهيات يعني. وعايزة اقول لكم نصيحة بسيطة قوي انا بعملها يعني، او انا عملتها. طبعا في الوقت اللي احنا فيه ده ربنا يعين الجميع، المصيف والخروجات بقت من الرفاهيات، ما بقتش كل الناس يعني تقدر تعملها. واللي بيعملها والله بيبقى مظبط دنيته يعني، مرتب حاله، مزنق الدنيا، بس عشان الواحد يعمل ريفرش لنفسه كده ويعرف يكمل بقية حياته. سواء لو عندك ولاد للمدرسة، على الناس اللي عندها شغل، ما نضغطش على نفسنا زيادة بمشتريات ملهاش لازمة، او بحاجات لمجرد ان احنا شفناها على السوشيال ميديا، فلان جايبها ولا فلانة عاملاها. فكل واحد يحاول يتبسط على قد ظروفه. يعني انتي ربنا كرمك وهتطلعي مصيف، او رايحة ان شاء الله ديوز، او هتقضي يوم رحلة يعني، وراجعين في نفس اليوم. ما تحاولوش تتقلوا على نفسكم قوي في المشتريات بتاعتكم، وفي نفس الوقت تجيبوا الحاجات الأساسية. يعني مثلا انا هكلمكم النهارده، انا معايا ولد وبنت زي ما انتم عارفين، يا رب يبارك لي فيهم ويبارك لكم في اولادكم جميعا. فاحنا اتفقنا ان كل واحد هيختار لعبه واحده، واللعب دي هتبقى بتاعتهم هما الاتنين. بس طبعا في حاجات الولاد بيلعبوا بيها، البنات ما ينفعش تلعب بيها طبعا زي الكوره. بس ايه، هنتشارك فيها ان شاء الله. فانتوا ممكن تعملوا كده، ان انتوا في الالعاب والحاجات دي تجيبوا مثلا لكل طفل لعبه. تجيبي الحاجات المستلزمات بتاعتك الاساسيه ان شاء الله. الفيديوهات الجايه، هو بمناسبه السيزون انا هعمل معاكم الفيديوهات دي. هفكركم بحاجات ممكن تبقوا ناسيينها، وانتوا لو في حاجه انا ناسياها حطها لي تحت في التعليقات، وهقراها كلها وهنشاركها مع بعض، عشان لو حد ناسي حاجه نفكر بعض. هبتدي بقى نوريكم الاول اللعب اللي انا جبتها لامنه وحمزه. بصوا انا جبت لهم المسدس الميه ده بيتملي كده من هنا، ده غير اللي هو الفل التاني، ده بيتملي من هنا كده ميه وبيتركب. ده بلاستيك شويه، حاساه ممكن يعيش شويه ان شاء الله يعني عن التاني، وبيلعبوا بيه بقى كده. ده حلو جدا، جبته لهم، ده كان اختيار الاستاذ حمزه، يعني دي لعبه حمزه. تاني حاجة اخترتها لهم طبعا لعبة الطفولة بتاعتنا كلنا. جبت لهم اللي هو الباسكت ده، او الجردل بتاع الرملة، هو على شكل قصر كده، معرفش انتوا شايفين ولا لا. ومعاه الالعاب اللي بيعملوا بيها اشكال في الرمل، ومعاها جاروف ولعبتين تاني من جوه. دي برضو حلوة قوي، وجبتها لهم حجمها كبير زي ما انتم شايفين عشان يعرفوا يلعبوا بيها هما الاتنين. دي كانت اختيار الانسة امنة. فزي ما قلت لكم نحاول على قد ما نقدر ما نجيبش حاجات كتير رفاهيات، عشان نعرف ننبسط، نعرف نخرج. دي بقى اللي هي الطيارات اللي بتطير على البحر. دي انا بصراحه مش جايباها جديده، يعني كانت عندي من السنه اللي فاتت. وحظهم الحلو الحمد لله ان احنا كنا جايبينها اخر يوم السنه اللي فاتت، فما اتبهدلتش. اول ما جيت على طول شلتها في الاكياس بتاعتها زي كده، حافظت عليها عشان اشيلها لهم يعني لاي مصيف تاني، فهحطها لهم برضو من ضمن اللعب بتاعتهم. وكمان طبعا دي لعبة الطفولة بالنسبة لنا، اللي هي الكونكت فور. دي انا جايباها بقى للكبار وللصغيرين ولكل اي حد عايز يلعب بيها. دي حلوة قوي الالعاب دي، لو طالعين يعني مصايف عائلية. حلوة قوي الالعاب دي طبعا، هي والدومينو والكوتشينة. انا جبتها وجبت الكوتشينة دي. ما طبعا الولاد الكوتشينات في البيت بتضيع على طول وبتبوظ، فدي العاب جماعيه يعني، انتوا لو عيله مع بعض هتبقى حلوه قوي والله. ولو شباب برضو هتنفع، هتبقى حلوه جدا ليكوا. بس كده انا ما كترتش في الالعاب. الاستاذ حمزه طبعا واخد الكوره بتاعته معاه، مش هيستغنى عنها في اي مكان.
حطاها لهم. انا بقى لما كل لعب كده في شنطه كبيره قوي عشان ما ننساش حاجه، يعني الحاجات الجديده اي حاجه بنجيبها بشيلها في نفس الشنطه عشان ما تضيعش مننا، وبطلع بقى الحاجات اللي تنفع تتاخد معانا عشان برضو ما نتقلش مع بعض الشيله، ما تبقاش الحاجات الشنطه تقيله معانا يعني، وزي ما قلت لكم ما نبقاش واخدين حاجات كتير ملهاش لازمه. انا وريتكم كده اللعب بقى، تعالوا اوريكم الحاجات الاساسيه. بالنسبه بقى للمايوهات واللبس ده خلاص، يعني اللبس احنا الحمد لله طالعين من عيد وطالعين وداخلين على سيزون صيف، فاعتقد في ناس كتير بتبقى جايبه في الفتره دي لبس جديد وكده، فاللبس احنا مفروغ منه. هكلمكم عليه واحنا بنحضر مع بعض شنطه السفر، عشان اقول لكم شويه نصايح برضو صغيره كده اتعلمتها مع الوقت وسمعتها من ناس تانية، طبعا من خبرات ناس عندها خبره اكتر مني، بس افكار حلوه قوي وان شاء الله تفيدكم يعني هتعجبكم. المايوهات بقى انا كنت جايبه الامانه ده، انا بحب قوي المايوهات اللي هي المقفوله. الولاد جسمها بيتحرق جدا حتى لو حاطين والله صن بلوك جسمهم بيتحرق قوي، فانا المايوهات دي عجباني قوي انها مقفوله كده. من دي كنت جايبه لها للتمرين يعني بتاع السباحه، وقلت ان هو يعني هتعوم بيه في المصيف، مش هجيب لها حاجه عريانه قوي عشان جسمها ما يتحرقش ويبوظ. وده برضو كان عندها حلو قوي، بس هو ده عريان قوي، فقلت لها تبدل ما بينهم، يعني ما بين قولوا لي بقى ايه رايكم فيه كده، شكله حلو قوي والخامه بتاعتهم حلوه قوي، ووتر بروف كده، بتبقى عازله يعني بتنشف الميه، مش بتبقى عازله، بتنشف الميه بسرعه بحيث ان الولاد ما يبردوش مننا. حمزه بقى كان عنده المايو ده كان قديم، بس انا حسيته صغر شويه، بس مخليه زي ما هو هيلبسه يعني، وجبت له واحد معاه كبير كده زي ما انتم شايفين، ده جبته له من عند عرفه ستور، ده عنده اقطان محلات يعني ليه فروع كتير قوي في اماكن كتير قوي. ده كان تقريبا كان عامل 120 115 125 يعني في الرينج ده، مش هيطلع عن كده يعني. جبت له اللون الغامق ده عشان هو بتاعه القديم لونه فاتح، قلت الاتنين يبقوا غيار كده مع بعض، وجبت له التيشيرت ده عليه يعني يبقى طقم كده مع بعضه يتلبس يعني وهو نازل من البيت للبحر او للبسين، يلبسهم ويقلع التيشيرت ده وينزل ميه، وبعد ما يطلع يلبسه تاني. عجبوني قوي، وقلت بصراحه اي تيشيرتس قديمه عنده ممكن اعملها له انتوا برضو، لو يعني هو بصراحه عشان ده عجبني جبته، لكن انا لو ما كنتش جبته انا كنت بعمل له كده على طول، باخد له تيشيرت بتاع بيجامه عنده بس شكلها حلو يعني تنفع للخروج، بلبسها له على الشورت او على المايو وبينزل بيهم على البحر وبعدين بيغير. نيجي بقى لاهم حاجه انا كنت عايزه اكلمكم فيها، استنوا هجيبها لكم حالا. نيجي بقى لاهم حاجه انا كنت عاملاها الفيديو عشان خاطرها، حاجه مهمه جدا 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 بالنسبه لنا كأمهات. طبعا كنا قبل كده ما بنحطهاش في بالنا خالص ولا بنفكر فيها ولا بنعمل حسابها، بس بصراحه من ساعه ما بقيت فلازم ان انا ارتب الكلام ده قبل ما اتحرك من بيتي اصلا او قبل ما اسافر لاي مكان، الا وهي شنطه البحر. شنطه البحر من الحاجات المهمه جدا اللي ناس كتير بتستهيفها، بس انت كأم لازم تبقي مرتبه نفسك من بيتك ايه هي الحاجات اللي هتاخديها معاكي على البحر وتلميها في شنطه زي كده. الشنط دي نازله ترندي جدا 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 السنه دي، شكلها حلو قوي قوي، عجبني، في ديزاين كتير غير الشكل اللي انتم شايفينه ده. هو من الخوص كده ومتزين من هنا كده مش عارفه اسمه ايه، الشراشيب الملونه دي، والايد بتاعتها طويله حلوه قوي زي ما انتم شايفينها، وبصراحه متينه، عجبتني قوي خامتها وعجبني قوي شكلها. نيجي بقى لمحتويات الشنطه اللي احنا عايزين نتكلم عليها، اللي هي مهمه جدا 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 لكل بصوا انا هرتبها معاكم دلوقتي واحنا بنتكلم، هحطها جنبي كده وهنتكلم مع بعض ايه هي الحاجات المهمه اللي لازم تتحط في الشنطه. اول حاجه وضروريه ومهمه جدا الصن بلوك. الصن بلوك
مش رفاهيه والله خالص. انا عايزه اقول لكم ان دكاتره الجلديه بينصحوا بيه ان وانتوا يعني ستات البيوت في البيت اللي تقدر تستخدم صن بلوك وهي بتطبخ قدام البوتاجاز. حراره البوتاجاز مش حكايه بقى بيتسمر وشنا او لا، في ناس جلدها بيبقى حساس جدا فبيبتدي وشها يلتهب او جسمها، لو اطفال جسمها يلتهب. فانا جبت اللي هو النوع اللي هو بروفيت ده. ناس كتير نصحتني بيه، انا لسه بصراحه اول مره هجربه وهقول لكم ان شاء الله بعد تجربتي ليه اخباره ايه يعني معايا في الشمس. مفيش حاجه ما بتسمرش. في البرودكت في الصيدليات منقسمه لنوعين، نوع غالي ده بيحمي من اشعه الشمس الضاره وبيمنع الاسمرار خفيف. الحاجات اللي سعرها على القد ب 200 250 مش عارفه في اقل ولا لا، دي بتبقى بتحمي الوش من اشعه الشمس الضاره بس بتسمر للاسف. فهي معادله صعبه انت تختاري ما بين الاتنين، بس انا من رايي اي حاجه تحمي من اشعه الشمس الضاره دي اهم حاجه بالنسبه لنا. بعد كده اي حاجه تانية مقدور عليها. تاني بعد ما نورنا بنور حسيت الفيديو ضلمه شويه، لو الاضاءه معلش ضايقتكم سامحوني يعني. فزي ما قلت لكم انا بالنسبه لي ان اي سان بلوك هيحميكي من اشعه الشمس الضاره هو ده اللي مهم بالنسبه لي. السمار والبيض ده بقى كنا زمان بنتحرق في المصيف من 10 الصبح لحد الساعه 6 و7 المغرب وكان على قلبنا زي العسل. المهم ان احنا نقضي يومين حلوين، يا رب يسعد الناس جميعا وتتبسط وتسافر وتتفسح ويبقى ايام سعيده على الجميع يا رب. ده بالنسبه للكبار. بالنسبه بقى حطيتها اهو في الشنطه. طبعا ده بتحطي، في ناس كتير قوي بتشتكي من الصن بلوك انه مش بيعمل معاهم نتيجه، ده لان المفروض ان احنا بنجدد الصن بلوك كل ساعتين. يعني انا بحطه في البيت قبل ما انزل وبلبس وبنزل، وبحطه معايا في شنطه البحر اللي اتفقنا عليها، ولو طولت قوي على الشط انا اغيره اجدده كل ساعتين. يعني وشي اتبل، نزلت البول نزلت البحر انشف وابتدي احط تاني. بالنسبه للاطفال بقى جبت النوع ده بتاع نيفيا. ناس كتير قوي 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 شكروا فيه وشكروا في منتجات نيفيا، فانا جبت ده للاطفال هجربه ان شاء الله وهقول لكم ايه نتيجته. برضو انا كنت بستخدم لهم قبل كده لونا، كان حلو معقول مع الاطفال ما كانش وحش، بس مش فاكره سعره بصراحه. ده غالي شويه بس يعني على الكلام اللي بيتقال ان شاء الله ربنا يجعله بفايده، يعني عشان بس جلد الولاد ما يتعبهمش جسمهم ما يلتهبش من الشمس. هنحط منه برضو قبل ما ننزل بنص ساعه، وطول ما احنا على البلاج هنبتدي نجدد مره تانية. هنحط بعد ما نحط منه في البيت هنحطه في شنطه البحر بتاعتنا. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا 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 لهنا للسنه الجايه، من هنا للسنه الجايه لازم يبقى معانا بخاخه للخل. ليه بقى بخاخه للخل؟ هنعمل بيها ايه؟ طبعا ناس كتير قوي عارفه موضوع الاناديل وهو من زمان بصراحه. المتعارف للسعه الاناديل الاسعافات الاوليه اللي بتتعمل هي بتبقى والعياذ بالله زي الحروق كده، ربنا يعافينا. بتبقى عامله زي اللسعه كده. فانا يعني اخترعت اختراع كده. دي ازازه كانت عندي فيها كحول، انا كانت خلصت يعني غسلتها كويس قوي وحطيت حطيت فيها شويه كتار من الخل كده، حطيت يعني 3/4 وهحطها معايا في الشنطه لا قدر الله لا قدر الله لاي طوارئ. انا مش عايزه اوفر الموضوع قوي واقول لكم ناخد مضاد حيوي وناخد مش عارف ايه، لا انا استكفيت بصراحه بالخل ده. لو عايزين تاخدوا انبوبه مضاد حيوي صغيره او اي مراهم مضاده للالتهاب مش هتخسر، هتبقى مفيده جدا وهتبقى حلوه قوي. فانا ده انصحكم بيه بشده ان انتوا تعملوا الاختراع ده، هيعجبكم قوي والله. انا جات لي فجاه كده اني اعمل اي بخاخه عندي قديمه. لو مش عندك يا ريت تحاولي تشتري مثلا حاجه زي كده، هتاخدي معاكي كميه بسيطه قوي من الخل لاي طوارئ لا قدر الله تبقى معاكي في شنطتك. تمام. نيجي بقى لحاجه تانية برضو من الحاجات اللي جدت علينا جديد، الكحول. انا يعني بقيت ماشيه بيه بصراحه لاي طوارئ برضو لا قدر الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه لاي حد. اي حد معاه اولاد لازم يبقى عامل احتياطاته لكل حاجه. معاكي كحول لاي لا قدر الله، الف بعد الشر على اولادنا جميعا، لاي جرح. انا حمزه عمل معايا قبل كده موقف مش قادره انساه بصراحه.
كنا رايحين ديوز في مكان، واول ما نزلنا من العربيه وقع على وشه، بقه اتفتح من هنا كده. فكانت بالنسبه لي يعني الحمد لله رب العالمين كانت حادثه بشعه. فمن ساعتها وانا قررت ان انا، هم جريوا بيه طبعا، هي كان الموضوع فوق قدرتي انا ان انا اتعامل معاه، كان لازم دكتور لان كانت المفروض تتخيط. فبس انا قررت برضو من ساعتها ان انا تبقى الشنطه بتاعتي فيها كل الحاجات، يعني لا قدر الله اي خربوش، اي جرح بسيط اقدر انضفه لحد ما اروح البيت، او لحد ما نروح لاي صيدليه او اي دكتور هو يعرف يتعامل معاه. فبعد الخل انا حطيت معايا ازازه صغيره بلاستيك كده خفيفه قوي مش تقيله من الكحول المطهر، حطيتها معايا. الحاجة الأساسية برضو أنا معايا دي من ساعة ما ولدت وأنا نازلة الشارع، أو من رايحة في أي مشوار مش مصيف بس، لازم يبقى معايا على الأقل كيس وايبس صغير. هحتاجه لأي حاجة، أي حاجة ممكن تتخيلوها ممكن تحتاجيها فيها احتياطي، لازم يبقى معايا هو، وكيس مناديل عادي صغير برضو اللي هو بتاع الشنطة ده، عشان ما كترش لنفسي الشنطة أو ما تقلهاش عليا. كيس صغير خالص، وزيه كيس مناديل صغير، او كيس مناديل اللي هو الجيب اللي هو بيبقى قد كف الايد، ده بيبقى حلو قوي لاي ام معاها ولاد. فكده حطينا الحاجه بتاعتنا كلها في الشنطه، وهحط الوايبس بتاعي. برضو طبعا اي واحده معاها بنوته لازم تبقى معاها فرشه ومعاها توك احتياطي، لان التوك بتضيع اكتر من المعالق الصغيره بتاعه المطبخ. انا هحط معايا الفرشه الكيوت الجميله دي، هحطها معايا في الشنطه. انا كده خلاص خلصت المحتويات الضروريه والمهمه. بصوا الشنطه مش تقيله خالص، هي كبيره ما شاء الله من جوه، شالت الحاجات اللي انا عايزاها كلها. تقدري بقى تحطي المفاتيح بتاعتك والموبايل، والمهم بقى والضروري جدا 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 يبقى معاكي كيس بلاستيك فاضي. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. بدل ما تخلصوا اللعب، الولاد يخلصوا اللعب بتاعهم ونروح البيت مبلولين، بتبقى فيه طبعا في دش كده بننزل الرمله والميه المالحه من على جسم الولاد، ويبقى معانا بيجامه صغيره خفيفه كده تتلبس، او اي تي شيرت وشورت صغيرين تتلبس خفيفه، والهدوم المبلوله نحطها في الكيس البلاستيك ده ونلفها ونحطها في الشنطه بتاعتنا. وبنروح نضاف حلوين، نروح البيت نخش ناخد شاور حلو بالشامبو بتاعنا وبالشاور جيل بتاعنا، والدنيا بتبقى لطيفه وتمام. دي حاجات بسيطه كده انا برتبها، بحب ابقى مرتباها مع نفسي وحبيت اشاركها معاكم، يا رب تكونوا فادتكم. عايزه اخد رايكم في حاجه. انا بقى جبت السليبر الحلو الخفيف قوي ده، خفيف جدا في اللبس، جبته مع الشنطه الحلوه دي. حسيته لايق قوي، والالوان ماتشنج كده مع بعضها. سعره رخيص، اقل من 100 جنيه تقريبا، مش عارفه كنت جايباه ب70 جنيه. خفيف قوي وحلو قوي. هي المصايف عايزه الحاجات الخفيفه دي، ننزل بيها على جينز، ننزل بيها على المايوهات، خفيف قوي وحلو قوي. حبيت بس اوريهولكم اخد رايكم فيه يعني. وبس كده يا حلوين، فيديو النهارده خلص. يا رب اكون فدتكم باي معلومه، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو استفدتوا مني باي معلومه، متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل الفيديوهات الجديده. ولو انت اول مره تشوفيني، انا شيماء شاهين ودي قناتي. هستنى دعمكم في الكومنتات، وهستنى اقتراحاتكم لو عندكم افكار تانية لاي ام جديده داخله الامومه جديده ومسافره جديد مع اولادها، نقدر احنا نفيدها بالتعليقات بتاعتنا. وهستناكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. هتوحشوني. مع السلامه.